السلام عليكم أصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم في قناتي. وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو عملناه مع بعض. النهاردة هقدم معاكم يعني فكرة فيديو جميلة جدا جدا. بقدمها بطريقة مبسطة جدا جدا وهتعجبكم والله يا بنات إن شاء الله بإذن الله. حبايب قلبي اللي مشتركين في القناة بشكركم من كل قلبي على دعمكم ليا ورفعكم لقناتي. وحبيبة قلبي اللي بتشوفني لأول مرة، لو لسه مشتركتيش في القناة هيسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد بإذن الله. اشتركوا في القناة يا بنات علشان خاطر تفرحوني كده وتدعموني بإذن الله. احنا النهاردة هنعمل مع بعض فكرة. هعمل لكم فكرة. بص، هي مش اول مرة ان هي تتعمل على اليوتيوب، بس انا يعني حاسة ان انا بقدمها بطريقة مبسطة وبطريقة سلسة وخفيفة على قلبكم. تمام يا بنات. انا بحب اشارك كل حاجة اتعلمت منها تجارب، يعني هي فشل عملتي طريقة. احنا في البداية هنعمل الحمام المحشي. تمام. في البداية ما ننسوش نصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هقول لكم احنا بقى بنعمل الحمام المحشي. تمام يا بنات. هو مش اول مره ان هو طبعا يتعمل على اليوتيوب، بس انا حاسه وحابه ان انا اقدمه علشان خاطر انا عملته كذا مره وفشل معايا وفرقع معايا، فحبيت ان انا اقدمه بطريقه اللي هو ايه، ابين كل العيوب وكل المميزات اللي كانت بتحصل معايا علشان خاطر الحمام ينجح او يفرجع مني. تمام يا بنات. خليكم معايا لاخر الفيديو، هتستفادوا جدا يا بنات والله باذن الله. ويعني هقول لكم على اسرار وتركات جامده جدا جدا بتاعه المطاعم والمحلات. علشان كده انا بحب يعني اي حاجة استفاد منها، يعني افيد بيها ان شاء الله باذن الله. تعالوا يلا بينا نخش على وصفتنا واقول لكم عملت ايه. انا جبت البصل قطعته كده طرنشات صغيرة كده وسبته لحد ما يتشوح، يعني تشويحة بسيطة خالص كده، مش بسيطة اللي هو مثلا يحمر كده حلوين. وبعد كده نزلت بلسان العصفور عليه. وهيكملوا كمان يا بنات مع بعض التشويح، هنكملوا مع بعض التشويح لحد ما لونهم يبقى غمق كده شوية، يعني اللي هو لونهم بني كده. عايزة اقول لكم يا بنات ان على فكرة يعني الطريقة دي يعني اللسان العصفور بالبصل والحاجة دي، يعني والله العظيم يا بنات بصوا بتتاكل حاف من غير لا حشوة حمام ولا اي حاجة. والله والله يا بنات منكم ان انتوا تعملوها كده لوحدها وتعملوها طبق رئيسي كده مع حبة بطاطس مقلين والله، ومن غير البطاطس كمان والله يا بنات بصوا بتتاكل حاف حاف كده يا بنات. بصوا كده يا بنات، هو ده اللون المطلوب ما شاء الله، اللون تحفة جميل جدا، يعني حاجة بسيطة كده بني جميل كده. هنزل بقى برضو تاني بعد كده بالكبد والقوانص بتاعت الحمام. انا كنت مقطعهم قطع رفيعة خالص كده، هنزل بهم واكمل اللي هو تشويح حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة خالص. وعلشان الكبد طبعا والقوانص يعني تعتبر يعني اللي هي بتطيب في ثواني، ليه يعني حاجة هو الحمام طري، وطبعا الكبد بتطيب من الهفوة بتاعة النار يا بنات. هنزل بقى بالبهارات ملح وفلفل وبابريكا وبشرة جوز الطيبة، وكمان معانا كمان اللي هو ايه السبع بهارات يا بنات. تمام. والله هتاكلوها بألف هنا، هي كده لوحدها طبق رئيسي. عايزة اقول لكم بقى يا بنات يعني من فضلكم يعني نفسي الفيديو ده ليوصل يعني ل100 لايك. تمام. يعني مش هقول 1000 ولا 500 ولا الكلام ده، انا عايزة نفس الفيديو ده يوصل ل100 لايك يا بنات. ادعموني كده وارفعوني بالله عليكم يا بنات علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وحبيبة قلبي لو اول مرة تشوفيني دي قناتي ان شاء الله تستفادي منها، اعملي اشتراك واعملي لايك للفيديو علشان خاطر يوصل لك كل جديد بإذن الله. هنا بقيت اكمل بقية البهارات وهقلب تقليبة كده، وهنزل بقى بالايه بالمية واسيبها ان هي تستوي. في حتة بقى السوا دي يا بنات علشان خاطر عايزة اقول لكم انا بسويه جامد، يعني بسويه جامد اللي هو ايه حتى لو نزل من على النار يتاكل على طول. تمام يا بنات.
علشان خاطر ايه، لما بحطه مثلا نص سوا او كده، انا نسيت اقول لكم يا بنات، ومعلقه بصل بودره وتوم بودره. تمام. لما بحطه نص سوا كده بيكمل طياب في قلب الحمامه، فده اللي بيخليه يفرجع في قلب الحمام. تمام. فانا بحب ده اول سر من اسرار التركات يعني بتاعتنا. انا بحب اطيب لسان العصفور بالكبده بالبصل، بحب اطيبه اللي هو مثلا حتى هناكله يعني طيبه حلوه مستوي، يكون مستوي حلو يعني كده. وبعد كده بحشي بيه الحمام عشان خاطر كده الحمام هو اللي هيطيب، بس هينزل النار يكون الحمام هو اللي هيطيب بس يا بنات. تمام. يعني لسان العصفور يكون طيب علشان خاطر ايه، ما يفرجعش معاه. ودي اول سر من اسرار عالم شيماء بتاع المحلات والمطاعم. خليكم معانا يا بنات علشان خاطر اقول لكم على بقية الاسرار ان شاء الله باذن الله، وتستفادوا يا بنات. نزلت كده اهوت بالمية لحد ما غطى لسان العصفور، وحطيت حاجة بسيطة زيادة علشان خاطر ايه، يطيب زيادة. تمام. وهغطي عليه بقى، قلبته تقليبة كده، وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي ويطيب على مهله خالص. وهنا يا بنات بقى انا كنت عايزة اعمل الرز يا بنات، كنت حابة ان انا اعمل ايه الرز البسمتي. تمام. بس كده انا عملته بقل الامكانيات وبالتوفير وطلع جميل جدا. خليكم معايا كده شوفوا انا عملت ايه. جبت في الحلة دي حطيت معلقتين زيت كده كبار، وقمت رايحة جايبة حبة بصل كده من اللي انا مخرطاهم، يعني ايه معلقتين برضو طرنشات صغيرة، وقلبتهم تقليبة كده تشويح، يعني تتشوى حاجة بسيطة كده يا بنات. تمام. وقمت رايحة نازلة عليه ايه، باللسان العصفور بتاعي اللي انا هعمله إيه الرز البسمتي الكداب يا بنات. نزلت كده باللسان العصفور كده يا بنات مع البصل، هقلبه تقليبه بقى واشوحه كده، واخلي اللسان العصفور يشرب كله من الزيت ويتقلب كله في الزيت علشان خاطر يبقى كده مفرفر معايا، وحاجة جميلة جدا يا بنات. تمام. عايزة اقول لكم يعني انا حبيت ان انا اعمل اللسان العصفور علشان خاطر اقول لكم يعني على اقل التوفير، يعني لو انتوا مش متوفر عندك اللسان العصفور ممكن ان انت تعديها لو مش متوفر عندك قصدي الرز البسمتي، ممكن تعديها باللسان العصفور، ما فيش اي مشكلة وبيطلع جميل جدا جدا. والتوابل بقى اللي هنحطها نص معلقة بابريكا وكركم وفلفل اسمر وملح، كلها معالق صغيرة، وعود قرفة. وما شاء الله هنقلب ونقلب كده يا بنات كله مع بعضه، حاجة تحفة والله العظيم يا بنات وجميل. وهنحط بقى، هنحط المية بس يا دوب تغطي لسان العصفور، يعني مش هنحط بزيادة، يا دوب تغطي لسان العصفور كده يا بنات. تمام. يعني حاجة بسيطة خالص، ادي كده بس، مش هنحط شوفوا مش هنحط اكتر من كده، يا دوب اغطت اللسان العصفور. هنغطي عليه بقى واسيبه ان هو يشرب ميته ويتشرب ميته براحته خالص، وهجيلكم كده وهو بيستوي علشان خاطر اوريكم وما يعجنش منكم. وعايزة اقول لكم يعني ان احنا كلناه والاولاد كلوه كله اكلوا يعني عادي، ما فرقوش ما بينه. يعني انا اللي قلت لهم انه ده لسان عصفور، لو ما كنتش قلت لهم كانوا عادي اكلوه على انه ايه رز بسمتي يا بنات. وكمان في تركة كده جامدة جدا انا كنت بعملها، يعني ممكن ان انا بجيب اللي هو حبة زبيب، معلقتين زبيب، وبشوحهم كده يا بنات، ما شاء الله بيدوله طعم حلو جدا، واكنه بصوا رز بسمتي يا بنات. ما فيش اي مشكلة في لسان العصفور ان هو يتعمل رز بسمتي. بس اقول لكم على طريقة غرفه وطريقة السوا بتاعه علشان خاطر ما يعجونش منك كمان. تمام. جينا كده برضو على خلطة اللي هي الحشو، شوفوا يا بنات ما شاء الله لونها جميل جدا ومفرفرة، وكمان طيبة وجميلة وطيبة حلو خالص الحمد لله. هنحشي بيها بقى، بس هنسيبها ان هي تبرد. ده الصفيحة اللي على الشعلة دي يا بنات هي حتة صفيحة بحطها علشان خاطر اي حاجة ما تلسعش مني.
بأقل التكاليف بأقل الإمكانيات، ما كانش موجود عندي شياطة، فأنا الصفيحة دي تجري مفيهاش أي حاجة، ما شاء الله حاجة حلوة جدا. وأنا ركنت كده الخلطة لحد ما تبرد خالص علشان نحشي بقى، ودي برضو يعني تركة من تركات نجاح الحمام يا بنات. ما نحشوش بقى وهي سخنة يا بنات، لازم ان هي تخليها تبرد خالص وعلى مهلها. عايزة اقول لكم انا بعمل لكم المونتاج والديك يعني عمال يأذن انا كنت يعني صاحية من بدري كده في الصبح من بدري كده وعمالة اعمل لكم المونتاج، بس والله يعني صوت الديك ما شاء الله جميل. اكتبوا لي كده في التعليقات لو انتوا استفدتوا بأي معلومة بأي إفادة، لو محتاجين تتعلقوا على أي حاجة يا بنات اكتبوا لي كده في التعليقات علشان خاطر نتفاعل مع بعض كده ونساعد بعضنا بأي حاجة، ولو معلومة مفيدة ولو أي معلومة تفيدنا كلنا بإذن الله. بصوا كده يا بنات، ادي اللسان العصفور اهوت. عايزه اقول لكم ان انا اتصدمت صدمه، يعني اول ما فتحت عليه قلت ايه ده، هو عجون مني ولا ايه؟ والله العظيم يا بنات اتصدمت وبقيت حاسه ان انا هعيط كده. تمام. بس انا قمت رايحه مقلباه تقليبه بسيطه خالص كده من على الوش، مفيش اي مشكله، وسيبته 5 بصوا 3 دقايق كده على النار، وقمت رايحه ايه قلبه الحله يا بنات. ماشي، يعني شوف انا قلبته كده خلاص وقمت رايحه ايه مغطيه عليه. تمام، غطيت عليه كده يا بنات وسبته بصوا 3 دقايق 5 دقايق بالظبط على النار، وقمت رايحه ماسكه الحله وقمت رايحه قلبها على وشها البخه تطلع بقى ويا ايه، ويعني يطيب من ايه البخه بتاعته. تمام، وهوريهولكم ان شاء الله واحنا بنغرفوه علشان خاطر تشوفوا هو قد ايه شكله جميل وشكله حلو خالص، ويبقى الف هنا وصحة على قلبنا وقلوبكم بإذن الله. شوفوا يا بنات، حبيت اوريهولكم لقطة كده يا بنات، شوفوا شكله بقى جميل جدا اهوت يا بنات. هغطي عليه بقى، هاخد الحلة كده واقلبها على ايه وشها. تمام، وكده يبقى هو استوى معايا مفيش اي صعوبة. تعالوا بقى يا بنات علشان خاطر بقى نحشي الحمام المحشي. تمام، كده دول 5 فرد حمام معايا. حمام بلدي انا غسلته حلو خالص وفتحته كمان من تحت الجلد يا بنات. وادي الخلطة بتاعتنا هي ما شاء الله طيبة طياب جميل جدا يا بنات. عايزة اقول لكم ان انا لو كنا اكلناها كده ما كانش فيها اي مشكلة خالص يا بنات، جميلة جدا وطعمها جميل جدا. يعني وبردت خالص، وانا هستعمل بقى الخيط علشان خاطر اربطه واقفله. تمام، يلا بينا كده نحشي واحدة بواحدة. تعالوا شوفوا انا مفتحة يا بنات الحمام اهوت من تحت الجلد ما شاء الله. يلا بينا نحشي واحدة بواحدة واوريكم ايه التركاية في الحشو. يلا كده نقول بسم الله. انا جبت الحمام اهوت بوريلكم يا بنات، اللي هو معمول كده من مفتوح من ما بين الجلد والصدر كده. بدأت ان انا احشي تركايه بقى يا بنات، اللي هو بصوا ما تكبسوش خالص في الحشو، واحدة واحدة بالراحة خالص، بصوا بالراحة خالص ما نكبس خالص اي حشوة، ما نكبسهاش خالص، وبرضو من تحت الجلد بالراحة خالص كده، ولا اكبس ولا اي حاجة، على قد ما ياخد معايا. تمام، اما لا بكبسه ولا بدخل غصب عنه، بصوا بساوي بس يا بنات، انا بحطه بساوي ان انا اخليه يبقى متساوي كده من على الصدر كده ومن على بطنه، وبسويه كده. انا حشيت من هنا كده، دخلت الرجول في الحتة دي علشان خاطر يبقى مكفول كده، وبدأت ان انا كمان احشي من عند الرقبة كده زي ما بحشي المنبار كده يا بنات. تمام، احط حبة بحبة وما بكبس خالص بقى، ادخله وبدخله بالراحة وعلى قد ما بياخد. تمام، ولا نكبسه خالص. تمام، بس في برضو يعني احنا مش هنكبس، بس لازم نساوي ليه علشان كل الفراغات اللي من جوه
تاخد لسان العصفور وتاخد من الحشو، علشان لما بيبقى فيه فراغ مثلا بيخشوا مية بيخشوا اي حاجة من مكان الشوربة، ده اللي بيخليه يفرجع. ودي كمان تركاية يا بنات. تمام. يبقى اهم حاجة ان هو يكون مش متكبس. تمام. واخد يعني كل الفراغات اللي فيه واخدة على قد ما على قد ما واخد، ولا نكبس ولا اي حاجة. و على قد ما ياخد بس خلاص يا بنات، وما نسيبش فيه فراغات علشان خاطر الفراغات دي اللي بتدخل فيه الشوربة بتخليه يفرجع يا بنات. ماشي. دي خطوة انا قلتها لكم، ودي تركة. شوفوا شكل الحمامة جميل جدا ازاي يا بنات. هاحشي كله كده ال5 فرد، وهاجيلكم كده بعد ما احشيه علشان خاطر وقت الفيديو. شوفوا يا بنات كده لما حشينا الحمام كله يا بنات، شوفوا ما شاء الله الحمام سمن كده وبقى سمين. عايزه اقول لكم برضو ان الدماغ انا بنضف الدماغ عادي وما فيش اي مشكله فيه. الدماغ معايا بجيبه كده وبسد بيه اللي هي الحته الفتح اللي من يم البطن دي يا بنات، بسدها بيه علشان خاطر ما ربطش خيوط كتير عادي. والرقبه دي بمسكها كده، وهي دي اللي بربطها بالخيط يا بنات. ولو عندي اي فتحه ولا اي حاجه من تحت بربطها برضو بالخيط يا بنات، واحده واحده كده وبقى اظبطه كده يا بنات. شوفوا زي ما انتوا شايفين بفضل اربطها كده، الفها حتى لو مش بفضل الفها مثلا كذا لفه، وبعد كده اقوم رايحه ربطها. لو حابة بقى ان انت تقفلي من هنا كده زيادة تأكيد ان هو يكون كله مدموج مع بعضه، مفيش اي مشكلة. مش حابة عادي. انا حبيت ان انا اوريكم الخطوة دي برضو علشان خاطر في حمام عملته وحمام ما عملتوش، فمفيش اي مشكلة عادي، مفيهاش اي مشكلة. حابة تسيبيه كده تمام، عايزة تربطيه مفيش اي مشكلة برضو. اهم حاجة معانا ان هو محشي مظبوط ومحشي تمام، والحشوة اللي فيه طيبة وجميلة وكمان كويسة خالص مفيهاش اي مشكلة. ايه رأيكم في الحمام يا بنات؟ كده انا حشيت الحمام كله، بدأت بس انضف كده مكان ما كنت بحشي. يعني بحب ارتب كل حاجة كده اول باول. وادي شكل الحمام الجميل كده بعد ما انحشى ما شاء الله، بعد ما كان صغنون وضعيف كده كبر ما شاء الله وتخن كده وسمن. كده ما شاء الله. ادي الحمام بتاعنا. وتعالى اقول لكم الشوربة عملنا فيها ايه. دي كده يا بنات شوربة الحمام. انا كنت حطيت فيها بصلاية مقطعاه وطماطمية وورق لورا، وسبتهم كده مع بعض يغلوا. وبدأت ان انا انزل بالحمام. بنزل بالحمام بقى يا بنات، مديش بطنه للنار تحت، لا بنزله كده من على ظهره واحدة واحدة. يا بنات بنزل بالحمام اهو، بخلي ظهره هو اللي بيبقى الملامس قعر الحلة من تحت. تمام. علشان البطن الحمامة ما تلمس القعر فتقوم تفرق. وبدأت بقى ان انا احط توابل ملح وفلفل وبهارات اللحمة كمان يا بنات ما شاء الله جميلة، وبتدي ريحة جميلة يا بنات. كده انا خلصته وعملت كل حاجة، وهغطي عليه كده واسيبه يستوي، ونرجع لكم بعد ما يستوي نشوفوا شكل الحمام وشكل الجمال ايه رأيكم يا بنات في الحمام والرز؟ شوفوا ما شاء الله اللسان العصفور جميل جدا، والحمام جميلة جدا جدا يعني ما شاء الله. انا طلعته بقى وحمرته عشان خاطر كانوا مستعجلين خالص على الاكل، وكان يومها ان احنا مفطرين من بدري وما اتغديناش، فالعيال كانت جعانة يعني صيصة يعني بصراحة. فانا غرفت لهم كل واحد بقى كده بطبق، وطبق الشوربة بتاعه والفردة بتاعته. وما شاء الله جميل جدا يا بنات. لو وصلت لحد هنا في الفيديو واستفدتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق حلو كده منكم علشان خاطر نستفاد ونفيد بعضنا. وبألف هنا على قلوبنا وقلوبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.